الوداد سال المباريات التحضيريه ديالو، ودابا المباراه القادمه ان شاء الله غادي تكون رسميه في البطوله الوطنيه امام الكوكب المراكشي. فاجيو نهضروا على هذه الفتره التحضيريه اللي درنا مع بن هاشم من مورا مساله المونديال، كذلك نحاولوا نهضروا شويه على الكوكب المراكشي واللاعبين ديالنا واش هما موجودين البطوله الوطنيه او لا. فإلا كنتي اول مره كتشوفنا بطبيعه الحال ما تنساش من ديك اللايك وكذلك واحد السبسكرايب باش يوصلوك جميع الفيديوهات ديالنا اول باول. الوداد بقياده بن هاشم في التحضير لهذا الموسم هذا لعب 13 مباراه وديه، ربحنا فيهم 4 ديال الماتشات، خسرنا فيهم 3 ديال الماتشات، وتعادلنا في 6 ديال المباريات الوديه بطبيعه الحال ما كنعطيوهمش واحد القيمه كبيره، على حقيقتاش هادو مباريات اللي كيجرب فيهم المدرب. ما يمكنش انني نقول للمدرب خاصك تربح كاع المباريات الوديه ديالكم، ملي نجي الرسمي نلقى شي حاجه ما هياش ونقول لا علاش ما مخدوماش. لا، هذاك الشيء كيبقى يتخدم، اي تاكتيك كيبقى يتخدم في هذه المباريات هادو اللي غادي نشوفهم ان شاء الله في الرسمي. في هذه المباريات هادو ماركينا 13 بيت وتماركي علينا 13 بيت. هنايا كنقولوا انه يقدر يكون واحد المشكل في الدفاع بسيط في الوداد، ما ماشي بحال المشكل ديال العام اللي فات، وهذا الشيء واضح في الماتشات اللي شفناهم اللي كانوا متلفزه. الدفاع ديال ابو الفتح وبارط ماشي هو الدفاع اللي كان عندنا العام اللي فات ديال حركاس وبوطويل اللي كان غايب. حركاس كان مزيان شويه في الموسم، شويه خايب. بوطويل كان خايب الموسم كامل. مي هذا الموسم هذا كنتوقع انه الدفاع ديالنا غادي يكون احسن وبزاف، بالرغم من انه تماركوا عندنا البيوت، كانوا بزاف ديال التغييرات في الماتشات، كان بزاف ديال الحوايج تمارك عندنا 13 بيت. فهاد الشيء ما كيعطيناش اننا نقولوا انه دفاعيا حنايا ناقصين. مي كنتمنى انه في الماتش الاول ديال البطوله نخرجوا كلين شيت في كازا. زائد الحاجه اللي واضحه هو انه المهاجم الصريح ديالنا في هذه المباريات الوديه انا ما كنحكمش عليه، كنتسنى الماتشات اللي غادي يكونوا رسميين باش يلاه نزيد نحكم عليه. مي المهاجم الصريح ديالنا ما خدامش مزيان، اللي خدام لينا هو عزيز كاين اللي ماركين لنا 4 ديال البيوت في الوديات. دونك واش حنا ملي غندخلوا هذا الموسم هذا غادي نبقاو ديما كنبنيو اللعب ديالنا على الشادو سترايكر ديالنا اللي هو عزيزكي، اولا البلاي ميكر ديالنا اللي هو عزيزكي هو اللي ماركين البيوت، اولا ملي غندخلوا للموسم الهنوري غادي يبان وغادي يسكتنا. وهذا الشيء اللي قلناه هو فقط احصائيات ديال المباريات الوديه اللي درنا، وملي كنجيو كنشوفوا في اوروبا كتلقاهم كيلعبوا مباريات وديه بزاف وكيقدروا يخسروا فيهم وكيقدروا يديروا نتائج ما هماشهم. مي ملي كيجيو للرسمي كيتبدل الاداء ديال اللعابه كاملين، وهذا الشيء ممكن نشوفوه في البارسا، ممكن نشوفوه في الريال، ممكن نشوفوه في ليفربول، مانشستر سيتي. بزاف ديال الفرق يقدروا يخسروا شي ماتشات اللي عاديين وفي الوديات، مي في الرسمي كتلقاهم دايرين مباريات مزيانين. وهذا الشيء اللي كنتسنوه من الوداد ومن بن هاشم. ملي غادي ندخلوا الماتش الجاي ان شاء الله كونتر الكاس سي ام، كنتمنى انه نكونوا مزيانين، خصوصا انه نكونوا في تيراننا في كازا ان شاء الله. غادي يكون تيران عامر واللاعبين ديالنا غادي يتحفزوا بالجمهور ديالنا. زائد صافي الوداد غيبدا الموسم، كنتمناو انه صافي نبداو العجله ديالنا تدور بطريقه مزيانه. الماتش ديال كاس سي ام، الماتش ديال يعقوب المنصور، تاخذ واحد 12 نقطه او 13 نقطه في 5 المباريات الاولى باش تكون مزيان في الموسم ديالك. دابا اجيو نهضروا على واحد الحاجه اللي انا كتخلعني، اللي هي ليطا ديسبري ديال اللعابه ديال الوداد. ليطا ديسبري ديال اللعابه ديال الوداد العام اللي فات كانت كتبان خايبه بزاف، لحقيتاش اللعابه ما عندهمش رياكسيون، كيماركيو البيت ما كيعرفوش واش يقدروا يربحوا الفرقه اللي قدامهم ولا لا. وهذا الشيء بغيتو يتبدل في هذا الموسم هذا ان شاء الله، ويكونوا هاد اللاعبين هادو قد المسؤوليه وقد داك التوني اللي لابسين. على حقيقتاش انت الوداد الا ماركيتي بيت على اي فريق ما كيعنيش انك راك درتي انجاز، راه هذاك الشيء هو العادي بالنسبه لنا حنا كجمهور. كوداد غنماركي البيت ديال التعادل مع الحسنيه، غنقلب على الرباح، غنماركي البيت ديال الرباح على فرقه اخرى، غنقلب على كيفاش نزيدها البيت الثاني والبيت الثالث والبيت الرابع. عادي، لحقيتاش هذه هي العقليه ديال الوداد، ماشي اللعابه اللي انا بالنسبه لي العام اللي فات كانوا عندنا ما كانوش عارفين شنو هي الوداد. وكنتمنى هذا الموسم هذا اللعابه اللي جبنا يكونوا عارفين اش كتعني الوداد. الوداد دارت على قبل الالقاب، فملي جيتي هز التوني ديال الوداد عرف راسك ديجا انت غير هزيتي التوني ديال الوداد سنيتي ديجا راك غتلعب على اللقب، راه ماشي غتلعب على دوزيام بلاص او لا تروازيام بلاص، فقط انك هزيتي التوني ديال الوداد. وكنتمنى انه بن هاشم ينجح في تغيير هذه العقليه ديال اللاعبين ديالنا. وكتبان انه كاينين شي لاعبين اللي عارفينها واللي غادي نشوفوها، وغنشوفوا كيفاش غيكونفيرميو لنا في الماتش ديال كاس سي ام. الا شفنا لعابه اللي عندهم ليسبري
ديال انه غادي نماركي عليك وغادي نزيد نماركي عليك وانا الوداد وخاصني نربح الماتشات ديالي، غادي تبان لك في 4 الماتشات الاولى انه هذه الفرقه راها لاعبه على الشامبيون. من موراها غادي يكون صافي انت 4 الماتشات الاولين رابحهم، الماتش ديال الديربي تقدر حتى هو تربحو عادي وتلعب الماتشات الاخرين غادي تكون مرتاح انك لاعب على الشامبيون. ولكن في حاله الا شفتي هذوك اللعابه اللي كيتماركا عليهم بيت كيتلفوا، اللي كيماركيو التعادل كيبقاو فرحانين بين نص ساعه وما قاداهم فرحه، ف ليطا ديسبري ديالنا غادي تكون هابطه بحال العام اللي فات وما غاديش نكونوا مزيانين. وهذا الشيء ما بغيتوش يوقع في الوداد هذا العام هذا. انا كنتسنى الوداد نتفرج فيها باش نعرف ليطا ديسبري ديال اللعابه ديالنا كيفاش غادي تكون بكل صراحه. والماتش ديال كاس ام غادي نهضر عليه في واحد الفيديو اخر، ولكن بغيت نهضر على شي لعيبات فيه، اللي هو عندك الطوسي مدرب اللي غادي يلعب لك على لي كونتراتاك، ادي بن هاشم خاص يكون عارفها، زايد عنده لاعبين اللي مزيانين ودار ميركاتو اللي كيبان ممتاز، عنده لعابه اللي ممكن انهم يحرجونا في بعض الاحيان. وكنتمنى انه الفيزيوناج اللي دار لا داتا اناليز ديالنا اللي صيفطناه لمراكش في الماتش اللي فات يكون مزيان، وتكون عندنا داتا مزيانه على مراكش اللي لعبوا الماتش بطريقه مزيانه. وهذا الشيء غنهضروا فيه في الفيديو الجاي ان شاء الله، اللي غادي نديروا فيه ما قبل المعركه ديال الوداد والكاس ام. والحمد لله غترجع لنا البطوله، رجعنا الوداد، تفرجوا بخاطرنا. هادشي اللي كان عندنا، ما تنسوش واحد اللايك وكذلك سبسكرايب. تهلاو نشوف الفيديو الجاي ديما وداد. وكيف العاده هذه الفقره ديما كنديرها في الاخر ديال الفيديو. النجاح والفشل ديال الوداد كيعتمد علينا حنا وعلى الجو العام ديال الفريق. الا كان الجو العام ديال الفريق مزيان فواخا كنكونوا ناقصين شويه في الموسم كنديروا موسم جيد مقبول. اما الا كان الجو العام ديال الفريق توكسيك كيف ما كان العام اللي فات، فانت ما كتوصلش راسك لواحد ليطاب مزيانه كرئيس ديال النادي وكلاعبين، زائد الجمهور كتكون عنده متطلبات كبيره وكيكون هاز لبارا، فملي انت كدير شي خطوه ما هياش كينزل عليك، زائد بزاف ديال الحوايج كيتجمعوا في هادشي. مي انا هنا ما غنحملش الخطا الجمهور، حيت الجمهور هو جمهور. انا كنعرف نجي نتفرج في الوداد ناخذ 3 بوين وناخذ بطوله في الاخر ديال العام. دابا الهضره على المسيرين ديال الوداد هو انه انت كمسير ديال الوداد خاصك من الاول تكون كلير، حنا هذا العام غنلعبوا على هادي وهادي وهادي. في حاله الا ما جبناش هاد الاهداف ديالنا ديك الساعات خاص يكون محاسبه من الجمهور عادي. حنا عارفين انه تقدر تخرج في الاول ديال العام تقولنا ما نلعبوش على الشامبيون، ولكن انت ديب انسايد عارف راسك انك راه ماشي كتقول ما نلعبوش على الشامبيون، كتقولها غير على قبل انه الجمهور ما يديرش عليك واحد الضغط كبير. اما انت كمسير في الاخر ديال العام راه غنتحاسبوا معاك على الشامبيون، حيت حنا عندنا 22 شامبيون، وكذلك الكاف غنتحاسبوا معاك على اي بطوله لعبنا فيها كوداد. فراه حنا الوداد وخاصنا نديوها. فمن البدايه ديال العام باش نجيكم انا من الاخر هو انه حنا هذا العام هذا خصنا ندخلوا نلعبوا على البطوله على الكاف وكذلك ديك كاس العرش. دونك على 3 ديال البطولات يا اما تجيب منهم 2 يا اما تجيب منهم 1 يا اما تجيبهم 3. المهم خاصنا حنا هذا العام هذا في الاخر ديالو الوداد توج بطوله منهم.